دستور أي بلد هو مش مجرد وثيقة قانونية جافة، ممكن يبين هيك بس في الحقيقة هو أكتر بكتير. هو مراية بتعكس روح الأمة، وهو قصة حية عن هويتها اللي بتتغير وبتتطور مع الزمن. وهون بيجي السؤال الأساسي: كيف ممكن لمجموعة من القوانين والنصوص إنها تحكي قصة أمة كاملة؟ كيف ممكن لتغييرات بسيطة في الكلمات تكشف عن تاريخ شعب وصراعه عشان هويته؟ خلونا نشوف مع بعض. وعشان نجاوب على هالسؤال رح نروح لحالة دراسية مثيرة جداً، قصة بتمتد لأكثر من 50 سنة، رحلة اللغة الأمازيغية من الهامش لقلب الدستور الجزائري، قصة بتكشف كتير. رحلتنا بتبدأ سنة 1963. الجزائر وقتها كانت دولة مستقلة حديثاً وبتحاول تبني هوية وطنية واضحة. خلونا نشوف كيف كانت ملامح هاي الهوية في أول دستور للبلاد. الرسالة في الدستور الأول كانت واضحة وصريحة جداً. بهالنص الهوية ترسمت بشكل حصري ضمن الإطار العربي والإسلامي. بس يا ترى هل كانت هي القصة الكاملة للجزائر؟ التاريخ دايماً طبقات، والقصة ما بتوقف هون. مع الوقت بدأت تظهر شوية تغييرات دقيقة في هالصورة الوحدة للهوية، إشارات صغيرة في النص الدستوري كأنها صدى لماضي قديم جداً. هاي الخريطة الزمنية بتلخص لنا مسار التحول. عنا 4 محطات رئيسية من 89 ل 2016، كل محطة منهم كانت خطوة حاسمة في إعادة تشكيل هوية الجزائر. هنا منشوف أول تغيير دقيق ومهم جداً. سنة 1989 ظهرت كلمة نوميديا في الدستور. طيب ليش هالكلمة مهمة؟ لأنه نوميديا هي المملكة الأمازيغية القديمة، كان هذا أول اعتراف رسمي بتاريخ الجزائر اللي بيسبق الإسلام والعروبة، خطوة رمزية بس فتحت الباب لكل اللي إجا بعدها. وبعديها ب7 سنين بس الإشارة التاريخية هاي تحولت لواقع حي. سنة 1996 ولأول مرة انذكرت الأمازيغية بالاسم كواحدة من الركائز الثلاثة للهوية الجزائرية، يعني ما عادت مجرد ماضي قديم، لا، صارت مكون أساسي وحي في حاضر الأمة. طيب، الاعتراف بالهوية كان خطوة، بس ماذا عن اللغة نفسها؟ هلأ رح نوصل للحظة التحول الحقيقية، الانتصار القانوني لنقل اللغة الأمازيغية من مجرد فكرة ثقافية إلى لغة معترف فيها رسمياً بدستور البلاد. سنة 2002 هالسنة كانت نقطة تحول ما في رجعة عنها. فيها الأمازيغية بطلت مجرد هوية وصارت لغة إلها مكانة دستورية واضحة. بس شو يعني مصطلح لغة وطنية بالضبط من الناحية القانونية؟ هو اعتراف رمزي وثقافي كبير بيربط اللغة بتاريخ الأمة، بس ما بيعني بالضرورة إنها رح تستخدم في الوثائق الحكومية أو المحاكم، يعني هي خطوة مهمة بس مش الخطوة الأخيرة. وهذا هو النص اللي حقق الإنجاز. لاحظوا إنه ما اكتفى بالاعتراف فيها كلغة وطنية وبس، لا، كمان في التزام من الدولة بترقيتها وتطويرها. هاي الجملة بالذات كانت بمثابة وعد بمستقبل أكبر لها اللغة. وهلأ منوصل لقمة هاي الرحلة اللي استملت عقود، الخطوة الأخيرة يلي ما عطت الأمازيغية اعتراف بس، لا، عطتها مساواة كاملة في أعلى وثيقة قانونية في البلاد. 2016 هاي السنة كانت التتويج، اللحظة يلي تكللت فيها سنين طويلة من النقاشات والنضالات الاجتماعية والسياسية بالاعتراف الدستوري الكامل. وهون منشوف الفرق الجوهري. الانتقال من وطنية لرسمية معناها إنه لغة ما عادت مجرد رمز ثقافي، بل صارت أداة عمل للدولة كلها. جملة بسيطة جداً، الأمازيغية هي كذلك لغة وطنية ورسمية، بس تأثيرها كان هائل. بهالكلمتين ورسمية انحطت اللغة الأمازيغية على نفس المستوى مع اللغة العربية، وهيك اكتملت رحلتها الدستورية. طيب، بعد هاي الرحلة الطويلة بين صفحات الدستور، شو اللي تغير فعلياً؟ خلونا نلقي نظرة على الصورة الكاملة ونشوف حجم هذا التحول العميق في هوية الجزائر. هالجدول بلخص كل شيء. سنة 1963 الأمازيغية ما كان إلها أي ذكر. اليوم هي لغة وطنية ورسمية تماماً مثل العربية، والأهم من هيك الدستور بيقول إنه هذا الوضع غير قابل للتعديل، يعني اللغتين صاروا جزء دائم ومحمي من هوية الدولة. ويمكن أقوى دليل من نشوفه في مقدمة الدستور، في الروح اللي بتعرف فيها الأمة عن نفسها. شوفوا التحول من مجرد بلد عربي
إلى بلد عربي وأمازيغي. هاد مش مجرد تعديل قانوني، هذه إعادة تعريف لجوهر الهوية الوطنية نفسها. إذن شو اللي منتعلمه من قصة هالكلمات داخل الدستور؟ منتعلم إنه قصة الجزائر أكبر من كونها قصة لغة، هي قصة أعمق عن كيف أمي بتتصالح مع كل طبقات تاريخها وبترجع تكتب هويتها من جديد، مش بس في قلوب شعبها بل في أسمى قوانينها.